السلام عليكم، بسوي لكم اسهل طريقة كبسة ابيض والدقاق محمر. هنا حطيت البصل والزيت، ورق الغار، تغنى شيبة، قرفة المسمار، كذا ننزل شوية من الطماط، ما نخلي البصل يحرق زيادة، فلفل وليمون، كذا ننزل الدقاق، نقلبه مع الكوشنة مدة 3 دقائق إلى 5 دقائق. هنا كمون، ملح، مكعب ماجي، شوية من الكزبرة، الثوم، نحركه مع بعض. بعد مرة 4 دقائق سويت المي. اللي يسأل عن الرز كم قياس المي، كاسة رز وكاسة ونص من الماء، أي ميزان عندكم. شوية من الزنجبيل، نعناع، شوية من الخل عشان يطلع الرز له لون فاتح أبيض. هنا بنغطي عليه ونرفع عليه النار حتى يستوي الدجاج. هنا بنسوي الصوص حق الدجاج، بنحمره. شوية من السمن، معجون طماطم، شوية من الكركم، هنا الثوم، هنا صفارة زعفران اللي هو هذا، شوية من الماء، أي نوع من البهارات، وهنا شطة قوارير. كذا صار الصوص جاهز. طلع الدجاج بعد ما استوى، نمرخ الدجاج وكذا بنحطه في الفرن مدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى يحمر شيء الوجه. وهنا الماء حق الرز، نزلت الرز، برفع عليه النار حتى ينشف منه الماء. هنا بعد ما نشف الماء باقي شوية من الصوص حق الدجاج، نزلته فوق الرز ونغطي عليه مدة 15 دقيقة على نار واطية. وكذا الدجاج ما شاء الله صار جاهز. شوفوا هذا مقمر، صحة وعافية. وهذا الرز صار جاهز. لا تنسون الفولو واللايكات وعيدوا النشر الفيديوهات. الله يسعد ايامكم. وهذا الرز ما شاء الله تبارك الله، وتحياتي لكم. اعطوا رايكم في الكومنتات.